السلام عليكم. هي بركة الوقت راحت فين؟ وهل الساعة بتاع دلوقتي بتعدي أسرع من زمان؟ الوقت والزمن من أول نزول الإنسان الأرض وهو مهووس بفكرة الوقت والزمن والتحكم فيه، بداية من الحضارات القديمة ووضع تقويم وشكل لحساب بالدقايق والساعات والأيام والشهور والسنين. وبرغم التقدم اللي وصلنا له النهارده في 2023 محدش قدر يوصل للقدرة في التحكم في الوقت والسفر عبر الزمان، سواء يطلع لقدام أو يرجع له. النهارده بنسمع دايما كبار السن بيتكلموا عن بركة الوقت، انتوا أيامكم ما عادش فيها بركة، أيامنا كلها كانت بركة وخير. ايه يا بابا؟ مالهم كبار السن؟ انت هتغلط ولا ايه؟ وامسك الموبايل كويس، اخر مره صحيتك يوم الجمعه الساعه 7 الصبح عشان تساعدني تصليح السخان ضرب في وشنا. ايوه انا عارف كل حاجه بتضرب في وشنا بسبب مسكت الغلط لكشاف التليفون، انا عارف معلش. وبعدين يا حاج ما انتوا دايما اللي بتقولوا لنا كده وانا بجيب حاجه من عندي دايما ايامكم يا ابني ما فيهاش بركه وخير، ايامكم ما فيهاش بركه وخير. يا ابني ايامكم دي ايام الاسبوع بتاعنا كان بقيمه شهر من ايامكم اللي انتوا عايشينها دي. والله يا حاج علميا وعمليا الكلام ده ما يمشيش خالص، ايش فهمك انت؟ لو انا في سنك كده امتحنت ونجحت واشتغلت واتجوزت وخلفت وخدت دوري وكاس من الاهلي، خدت كاس ودوري من الاهلي، هو الاهلي مفوت حاجه دلوقتي عشان يفوتها زمان؟ هو يا حاج القصه كلها عامله زي السبرتايه اللي انت تشرب عليها القهوه دي، السبرتايه بتستوي ابطا عشان نار السبرتايه اهدى من نار البوتاجاز، مش عشان القهوه فيها بركه. على سبيل المثال يا حاج انت زمان كنت بتسافر بعربيه ابطا من دلوقتي، زمان ما كانش فيه موبايل او سوشيال ميديا او كم التكنولوجيا والحاجات الكتيره جدا اللي بتسرع من رتم اليوم. الحاجه اللي كنت بتعملها زمان في ساعتين ممكن تعملها النهارده في 5 دقائق، وعشان انتوا حضرتوا العصرين يا حاج فحاسين بالفرق الرهيب ما بين زمان وما بين دلوقتي. بس ايامنا احلى من ايامكم يا ابني يا حاج. لو على البركه فعلا ايامكم كانت كلها بركه وخير عكس ايامنا. بس لو هنمشي بمبدا ان مفيش حد بياخد كل حاجه، على قد ما كانت ايامكم فيها بركه وخير بس كانت صعبه ومشقه. على الاقل اسلوب الحياه ايامها ما كانش اسهل من دلوقتي. العصر بتاعنا ما فيه اساليب تسليه كتير وترفيه كتير وحاجات بتسرع رتم اليوم كتير، بس ناقصه الخير والبركه. فخد بالك الوقت منحة من عند ربنا لكل واحد فينا. انت ما تقدرش تتحكم فيه لكن تقدر تديره كويس جدا، تقدر تستفيد باكبر كم ممكن من وقتك ان انت تعمل حاجات مفيدة، ان انت تنمي نفسك، ان انت تطور نفسك، ان انت تعمل حاجات اللي تبسطك وتبسط كل اللي بيحبوك. وفي تطبيقات كتير على الاب ستور تقدر تنزلها وتدخل عليها الانشطه بتاعتك والوقت بتاعك وهو بينظم لك الوقت بتاعك. وفي مقوله بتقول ان الوقت هو الماده الخام للحياه، الوقت كالذهب إن لم تدركه ذهب. ولحد هنا خلصنا فيديو عن الوقت والبركة، ربنا يبارك لينا في أوقاتنا كلها ونستخدمها دايما في الصالح وفي الخير. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير. كنت معكم مصطفى سعد والسلام عليكم.